هل تساءلت يوماً لماذا يلدغك البعوض كل ليلة بينما صديقك ينام بسلام؟ هل دمك أشهى بالنسبة له؟ أم أن هناك سراً لا تعرفه؟ تابع معي، فالإجابة أغرب مما تتخيل. البعوض لا ينجذب للجميع بالتساوي. في الحقيقة هو مخلوق دقيق للغاية في اختيار ضحاياه. أول ما يجذبه هو ثاني أكسيد الكربون الذي تزفره أنفاسنا، وكلما كنت تتنفس أكثر، مثلا أثناء الرياضة أو في الحر، زادت فرص أن يكتشفك. ثم يأتي العرق. لا، ليس العرق نفسه، بل الأحماض التي يفرزها جسدك مثل حمض اللاكتيك والأمونيا. تلك الروائح الدقيقة ترشد البعوض إليك كما يرشد العطر عاشقه. وهناك سر آخر: زمرة الدم. فالدراسات تشير إلى أن أصحاب فصيلة الدم O هم الأكثر جذباً للبعوض، بينما أقلهم حظاً في اللدغ هم أصحاب فصيلة A. حتى لون ملابسك له دور. البعوض يرى بالأبيض والأسود، ويفضل الألوان الداكنة لأنها تظهر حرارة الجسم أكثر. في المرة القادمة التي تخرج فيها ليلاً وتسمع ذلك الطنين المزعج، تذكر أن البعوض لا يختار ضحاياه عشوائياً، بل يختارك لأنك مغري علمياً. ولا تنسى، اضغط إعجاب واشترك لتعرف أسراراً علمية أكثر غرابة من هذا.